السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة كريم فاميلي، ويا ريت القناة تعجبكم، ويا رب تكونوا دايما في خير. وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. وقبل ما نبدأ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. القصة النهاردة قصة جديدة مشوقة، قصة حقيقية على لسان أحد المتابعين. هقول لكم المضمون بتاعها، بس قبل ما نبدأ الاشتراك واللايك والشير. يعني في امور كتيرة طبيعية، احنا بنعتقد ان هي طبيعية، بس هي في الحقيقة عكس ذلك. يعني قبل ما تكون على ثقة تامة ان الشخص يجيد ما يفعله، وفي سر غير كده تماما. القصة اليوم قصة حقيقية، ان الشخص ممكن يكون له وشين: وش طيب ووش شرير، وش بشوش ويضحك في وشك، انما في ظهرك حاجة تانية تماما. ويخفي خلف وشه حاجات تانية وحشة. القصة دي قصة حقيقية، قصة الجد الساحر، ساحر القرية. فبتقول ال- الطفلة صاحبة القصة عمرها 11 سنة، بتقولك أنا عايشة في من ضمن عائلتي في منزل يقع في إحدى القرى الريفية الجميلة في المحببة في قلبها في القرية. ففي هناك مدرسة بتروح ليها تتعلم، وليها أصدقاء وجيران بيلعبوا مع بعض على طول قصاد البيت، والحياة بالنسبة لهم جميلة وهادية، ما فيهاش أي مشاكل، وفرحانة وسعيدة بالمكان. القرية مكان جميل ومكان حلو وبيت كويس، وعايشة مع أفراد العائلة. فهي بتقول لنا دلوقتي عشان تعرفنا على أفراد العائلة اللي هي بتحبهم وتحترمهم. أبوها ده بيعمل في الزراعة زي فلاح كده، زي أغلب سكان القرية. وأمها بتهتم بيها وبتحبها، بس في بعض الأحيان تحس إن هي بتحبها أكتر من إخواتها. ليها 3 إخوات: هي مرام، والأخت الكبيرة ليها 16 سنة، ومازن وماجد. دول إخواتها، والأول 13 سنة، وماجد الأخ الأصغر ليها 8 أعوام، وهي 11 سنة. بس هي فضلت عدم ذكر اسمها. بيسكنوا في بيت الجد والجدة. يعني انت معظم البيوت في القرى بيكون كده، بيكون بيت كبير، بيت عائلة، وكل الأولاد متزوجين وعايشين في نفس البيت. هم أقرب طبعا ناس ليها، خاصة جدي اللي بيهتم بيها كتير، وكل شيء طبيعي لحد السنة اللي فاتت. في العام الماضي حدث ما لم يتوقعه أحد. يعني ترجع لبداية الأحداث اللي حولتنا من عائلة محبوبة من جميع العائلة منبوذة، وكل ده بسبب أحد أفراد العائلة اللي ما كانش حد يتوقع إنه يكون أكتر شخص بيحبها. بدأت الأمور الغريبة تحصل للأشخاص معينين في القرية. نصحى الصباح نجد أحدهم عنده جنون. المرأة أصيبت بالعقم وما بتخلفش، وفي الحقيقة كنا نقول ده قدر ربنا وما نعترضش عليه. قدر الله ما شاء فعل. في يوم من الأيام صحت قبل الفجر بحوالي ساعة، كانت عطشانة فقامت تشرب. راحت في طرقة البيت، لقت باب الحظيرة مفتوح. آه، خافت إن الحيوانات تهرب من الحظيرة، فراحت تبص عليها وتقفل الباب. ولما قربت من الحظيرة سمعت حديث يدور. اقتربت أكتر، افتكرت إن في حرامية في المكان. اكتشفت إن اللي بيتكلم ده هو جدها. الغريب بالنسبة لها إن جدها كان بيتكلم لشخص، وكأنه هربان من شخص، من شيء هي مش عارفاه. الشخص ده بيغطي وشه بالكامل، لا يرى، مش عايز حد يشوفه، ومش قادرة تسمع الصوت. بيقولوا كلام غريب، بيتكلموا عن أحد سكان القرية. ولما خلص الشخص ده كلامه مع جدها، هي هربت طبعا، حاولت تختفي علشان استخبت عشان ما يشوفهاش جدها ولا الشخص ده. الشخص الغريب ده ساب الحظيرة ومشي، وقام جدها قفل الحظيرة ورجع للبيت. في اليوم ده طبعا هي معرفتش تنام، يعني هي مستغربة ايه اللي حصل. كان في حاجات في الأمور في دماغها التفكير، مش عارفة تحل مين الشخص ده، وليه جدها بيكلم، وليه بيتكلموا عن الشخص المعين ده على طول في القرية. كان الفضول بيقتلها، لكن هي عارفة الشخص، هي مش عارفة الشخص اللي داري نفسه وخافي وشه. ما كانش قدامها غير تراقب الشخص اللي هم كانوا بيتكلموا عليه في الاجتماع السري اللي حصل.
فراقبت جدها وقررت انها تراقب الشخص اللي في القرية ده اللي بيتكلموا عليه، وراقبت جدها. بعد 4 ايام من الحادثة دي حصل امر غريب في القرية ما كانش حد يتخيله. الشخص اللي اتحدث جدها معاه مع الشخص الغريب ده حصل له امر وحش جدا. الشخص ده اتعمى زي ما يكون وكأنه طرد وعكة صحية. الأطباء قالوا له إن أنت مش هتخف منها، وإن أيامك في الحياة معدودة. طبعا هي خافت، يعني خافت من جدها، قالت ايه اللي يحصل ده مش حاجة صحيحة خالص. فراقبة جدها كانت المفاجأة ان هي امرأة، لقت امرأة مع جدها، والمرأة دي سمعت الحديث كامل. اكتشفت ان جدها بيقوم بأعمال سحر للأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة. وكانت الست اللي كانت مع جدها في الحظيرة برضو عايزة تأذي جارتها وخد جدها منها الفلوس من الست اللي كانت معاه في الحظيرة، وانه هيأذيها خلال يومين. ومع مرور الايام اكتشف اهل القرية اللي جدها بيقوم بيه، وطردوه من القرية وطردوه بره القرية تماما. وكان اكتر شيء بيتألم ان هي طبعا متألمة ان هي سابت مدرستها وحبايبها وجيرانها واصدقائها، وبقوا اشخاص منبوذين بسبب جدها. هما دلوقتي عايشين طبعا في قرية بعيدة عن جدها، بس بالنسبة لها جدها طبعا ندم وتاب عن الأعمال السحر والكلام ده اللي كان بيعملها في القرية. بس هو في الواقع ما بقاش حد بيحبه، حتى في أهله بيته ما بقوش كمان قريبين معاه. يعني حاولت تروح، وحتى البنت دي بتقول ان هي بقى معتزل، يعني حتى رغم ان هو تاب عن الكلام ده، بس برضو اهله متضايقين من اللي حصل، لان سابوا كل ما يملكوا في القرية دي ومشيوا. وطبعا الناس كرهت العيلة دي تماما. بس كده، يا رب القصة تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. سلام.